السلام عليكم، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل معاكم أجمل وصفة لأجمل تومية ممكن تاكلوها في حياتكم. التومية بتحتاج معانا نشا وبيض وتوم وملح ليمون وخل وزيت. ننزل ب3 بيضات في الخلاط ومعاهم 4 فصوص توم أو 5 فصوص توم، وبعد كده معلقة إلا تلت ملح عادي، وبعد كده ملح ليمون تقريبا نص معلقة صغيرة، وشوية الخل تقريبا معلقة خل، وأضرب في الخلاط. هنعم ده كله كويس مع بعضه. أهم حاجة نعم كويس عشان التوم. وبعد ما نعم أنزل بالنشا، تقريبا النشا هيبقى تقريبا قد كمية الزيت. ده كمية النشا دي أول ما تتضرب في الخلاط هتبقى تقريبا نص الخلاط، وبعد كده تقريبا أكمل الباقي زيت. وأهم حاجة يكون الزيت نوعية كويسة معانا. أهم خطوة في خطوات التومية إننا ننعم النشا دي كويس. لازم أخلي النشا دي تنعم معايا كويس عشان تطلع معايا التومية اللي أنا محتاجها، اللي انتوا بتشوفوها دايما في المطاعم، وأحسن منها تقدروا تطلعوها، ولكن بالخطوات اللي أنا قلت لكم عليها. بعد ما انعم النشا كويس انزل بالزيت، واهم حاجه تكون معايا نوعيه زيت كويسه عشان تطلع معايا طعم للتوميه كويس. انا هنا بستعمل زيت كريستال، وافضل انزل واقلب كويس. حتى لو الخلاط محتاج ان انا اساعد معاه كمان، بحيث ان انا اطلع التوميه ناعمه زي ما انا محتاجها، وتكون وشها املس. انعم في التوميه وانزل الزيت على التوميه شويه بشويه. كل دي اهم حاجه، خطوه التنعيم. انعم التوميه كويس لان التوميه دي عباره عن نشا وزيت وبيض وتوم وملح عادي وملح ليمون وخل. افضل انعم فيها كويس، مخليش فيها اي تكتلات نهائي، عشان تطلع معايا التوميه اللي انا عايزها. وفي نفس الوقت تبص تلاقي التوميه لازقه في المعلقه، مش عايزه تنزل من المعلقه. وده كان الشكل النهائي للتوميه بعد ما عملتها. التوميه يا جماعه لو اتعملت بزيت مش كويس او زيت تموين، هتطلع معايا التوميه طعمها مش كويس. لان التوميه دي بتتاكل اكل، مش بنقلي بقى، مش زيت تموين بنقلي بيه، لا ده حاجه بناكلها. فأهم حاجة في الخطوة دي إن أنا أستعمل زيت كويس ما يكونش ليه ريحة. زيت تموين بيديني ريحة مش كويسة في الأكل، فأنا ما بفضلش استعمال زيت تموين في الأكل ولا أي نوعية زيت مش كويسة. وهنا كده كان الشكل النهائي للتومية، ما شاء الله عليها، طعم وشكل وحاجة تفرح بصراحة. يا ريت ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. شكرا.